السلام عليكم. بعد انتهاء دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا وصعود النادي الأهلي كأول مجموعة الرابعة وخروج بيراميدز متزايل المجموعة الأولى، كده الأهلي في انتظار حد في القرعة، يعني هيبقى حد من التلاتة، يا إما يقابل مازيمبي الكونغولي أو الترجي التونسي أو سيمبا التنزاني. وفي كمان حاجة كده حابب إن أنا أنوه عليها، كده الأهلي بعد ما خلص دور المجموعات هو وبيراميدز، والزمالك خلاص فاضل له ماتش كمان يبقى هو كمان خلص. ولو بصينا كده على الجدول، جدول الدوري، هنلاقي إن الأهلي لعب 7 ماتشات وبيراميدز والزمالك لاعبين 10 ماتشات. عشان بس قصة المؤجلات اللي بتحصل كل سنة بنقعد نقول الأهلي بتأجل له ماتشات كتير، الأهلي بتأجل له ماتشات كتير. الأهلي لحد دلوقتي في أفريقيا خلص مجموعات في أفريقيا ولعب في الدوري 7 ماتشات بس. بيراميدز لعب 10 ماتشات بس. طبعا الناس هتقولك طبعا في فرق هنا، في 3 ماتشات. الأهلي لاعب 10 ماتشات زيادة عن بيراميدز، منهم السوبر الأفريقي، منهم 3 ماتشات في كأس العالم، منهم ماتشات في دوري السوبر الأفريقي. في 8 ماتشات لعبناهم بره مصر وماتشين بس لعبناهم جوه مصر زيادة عن بيراميدز وعن الزمالك. ومش هتكلم عن الزمالك، ان الزمالك يعني ربنا يكون في عونه اليومين دول. هنتكلم بس عن بيراميدز، عن الطموح بتاع بيراميدز اللي كل شويه بيقعد يقارن نفسه بالاهلي ومؤجلاته مع الاهلي والكلام ده كله. فاحنا لسه بس في بدايه الدوري، بس لعبنا 7 ماتشات بس، عشان هيجي بعد كده يحصل زياط ويقول لك الاهلي متاجل له ماتشات كتير ليه. بنفكركم من دلوقتي الاهلي متاجل له ماتشات، 3 ماتشات فرق ما بينه وبين بيراميدز. ليه؟ مع ان فرق 10 ماتشات مش 3 ماتشات.